ومرحبا. اليوم بخبركم عن مكنسة بيسيل برو هيت 2 اكس ريفولوشن كلين شوت لتنظيف السجاد والمفروشات. تعالوا معي اوريكم كيف بنركبها. بنبتدي بالدراع، وهذا الخزان اللي بيكون فيه المي بعد التنظيف بنركبه في مكانه، وهذا خزان المي النظيف بنركبه في مكانه، وبالاخير بنركب القاعده اللي بنحط عليها السلك الكهربائي وبنثبتها بالبرغي. والحين صار الوقت اني اوريكم الملحقات اللي بتيجي مع المكنسه. في هذه الملحقه اللي بتنظف الفراش وكذلك السجاد، وكذلك في هذه الملحقه 3 في 1 اللي بتنظف كل مفروشات البيت، واكيد عندنا الخرطوم حق المكنسه. والحين خلينا نشوف كيف نستخدم برو هيت 2 اكس ريفولوشن كلين شوت من بيسيل. عبيت الخزان بالمي للخط وراح نضيف عليه سائل تنظيف لنوصل للخط الثاني. استخدام سائل غير مناسب قد يؤدي إلى تلف الجهاز. سائل التنظيف من بيسيل متوفر في الأسواق بحجم أكبر. يجب استخدام الماء الدافئ وليس الساخن. من مواصفات هذا الجهاز نظام حفظ الحرارة طول فترة التشغيل، فرشتين دوارة ب 12 صف للشفط القوي، فرشة تنظيف للحواف، ونظام كلين شوت للبقع الصعبة. وبيجي مع الجهاز هذه الأداة لتنظيف هذه القطعة الأمامية اللي بتشيل كل الترسبات، وكذلك من هالجهة لتنظيف الفرشاة. وبنضغط على الزر لتحرير الذراع لغسل السجاد. بنضغط على الزر لتشغيل الجهاز. في عنا 3 أنماط: إكسبريس للتنظيف السريع، ديب كلين للتنظيف العميق البقع، والماكس لتنظيف المساحات الكبيرة. الكبس على الزر عند الدفع للأمام لرش الماء، وتحرير الزر عند السحب للخلف لشفط الماء. نضغط على هذا الزر لتشغيل خاصية كلين شوت لتنظيف البقع الصعبة. يجب تنظيف القطعة والفرشاة كل فترة كصيانة. وبنركب الخرطوم من هذا المكان لاستخدام الملحقات. نشوف طريقة الاستعمال: رش المي مع السائل وفرك البقع المتسخة بهذه الطريقة، وبعدين نرفع الملحق بهذه الطريقة للشفط. تبديل ملحقاتها سهلة. وبيجي مع هذه القطعة الغسل الأرضيات الصلبة وبنركبها بهالشكل. وبعد ما خلصنا التنظيف بنفضي الخزان بهذه الطريقة السهلة، وما ننسى ننظفه عشان الاستعمال الجاي. للمزيد من المعلومات عن منتجات بيسيل يرجى تصفح الموقع الإلكتروني أو زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.